كلنا سمعنا عن عجز الموازنة، بس مش كلنا عارفين يعني ايه. عارف لما يبقى في حد بيكسب في الشهر 2000 جنيه بس مصاريفه من اكل وشرب وتعليم وصلوا 3000 جنيه، يبقى عنده ايه؟ عنده عجز 1000 جنيه. بيضطر بقى يستلف ويعمل جمعية او يشتغل في مكان تاني بعد الظهر. الدول كمان زينا بيحصل لها كده. هو ده عجز الموازنة. السنة دي مجموع ايرادات جمهورية مصر العربية حوالي 631 مليار جنيه، ومجموع المصروفات وصل حوالي 936 مليار جنيه تقريبا، بيتصرفوا على مرتبات وتعليم وصحة وخدمات عامة. بحسبة بسيطة قوي يبقى عجز الموازنة حوالي 305 مليار جنيه. طب تعالوا نشوف مصاريفنا وإيراداتنا شكلهم عامل ازاي لما يترسموا. ربع بحاله بيروح لسداد فوائد الديون، مش الديون بقى، لا فوائد. وربع تاني بيروح لمرتبات الموظفين، ودي نسبة كبيرة حتى رغم تطبيق الحد الأقصى للمرتبات. الربع الثالث من الميزانية بيروح للدعم، اللي برضه فيه مشكلة في التوزيع، لأنه بيروح نصه للأغنياء واللي مش محتاجين للدعم. يعني مثلا الدولة بتدعم سعر البنزين عشان يكون رخيص، واللي عنده عربية ب1,000,000 جنيه يدفع نفس السعر الرخيص ده زيه زي اللي عنده عربية ب50,000 جنيه. طب ده كلام؟ يفضل بقى ربع يتصرف منه على البيئة والتعليم والصحة والإسكان، وطبعا كده عمره ما هيكفي. طب الحل ايه؟ ممكن حد يقول نستلف، بس ده مش حل، لاننا بنستلف بقالنا 40 سنة ولسه قايلين ان فوائد الديون بتاكل ربع الميزانية. يبقى الحل الانسب ان الحكومة تخفض مصاريفها. يبقى لو الدولة قللت المصاريف في بند المرتبات وبند الدعم، هتوفر فلوس اكتر للتعليم والصحة والخدمات يستفيد بيها اللي محتاجين لها. كده خلاص؟ لا، لسه اهم حاجة، لازم نزود الاستثمارات ونشتغل وننتج ونصدر، مش كل حاجة استيراد. ليه فلوسنا تروح لدول تانية عشان هم يكسبوا واحنا نخسر؟ يعني هم يقبضوا واحنا ندفع؟ ولازم الرشوة والغش يتقال لهم لا، علشان ما نبقاش احنا السبب في عجز الميزانية اللي هتيجي علينا بخسارة وهتشيل ولادنا الهم. فكر معانا،